تخيل راسك جالس مع ولادك مجمعين في ليلة باردة، والريحة ديال الطاجين باللحم المالح عاطية في الدار كاملة. كتاكل وتعاود وتقول الله على لذة كاينة في هاد اللحم، وانت ما عارفش باللي اللقمة اللي في فمك هي في الاصل الصبع ديال جاركم اللي خبر هادي سيمانة. هادي ماشي خرافة، هادي هي الحقيقة المرة اللي عاشوها سكان مدينة موستربينغ. والبطل ديالها كان هو كارل دانكي، الراجل اللي وكل المدينة كاملة لحم البشر وبلا ما يسيقلو حتى واحد الخبار. كارل ما كانش كيبان مجرم، كان راجل سكوتي كيعيش في واحد الطبقة سفلية مظلمة، والحيط ديالها مشروك مع الجيران. تخيل باللي الجيران كانوا كيسمعوا بالليل صوت المنشار وصوت تقطع اللحم، وكيقولوا مع راسهم تبارك الله على الحاج، ديما خدام على رزق وليداتو واخا هو ما كانوش عنده الولاد. كارل تولد في منتصف القرن 19، ومن صغره كان مفروق على الدراري. كان دري ثقيل بزاف، وكان كيتعطل في الفهم، وكان تعطل حتى في الهضره، ما هدر حتى في 6 سنين. ملي ماتوا والديه ورث عليهم الفلوس والارض، ولكن خوه كان كيشوف فيه انه غير واحد لهبين وما غيصور والو، ما هيدير في حياته والو. فناض باع النصيب ديالو وجا لمدينة موستنبيرغ باش يبدا حياة جديدة. كارل عمره ما تزوج وعمره ما عرف شي مرا في حياته، كان كيعيش بوحدو كي قلت لكم في طبقة أرضية في عمارة قديمة. الجيران كلهم كانوا كيقولوا بأنه رجل طيب، كان كيعزف على الأرغان في الكنيسة، وكان كيهز الإنجيل وكيمشي في الجنازات كيبكي أكثر من أموال الميت. هاد السكوت والتدروشيت كانت هي القناع اللي مخبي وراه غابة ديال الإجرام. كارل كان بيزنس مان، كان كيكري البيوت اللي عنده في الدار اللي كان ساكن فيها، كان كيكريهم غير الناس اللي دراوش، الحراقة المتشردين اللي ما عندهم حد غادي يسول فيهم، لأن هادو كانوا هما الصيد السهل بالنسبة ليه. تخيل معي المشهد، كيدخل الضحية كيعطيه ياكل، كيبين ليه الحنان اللي مفتاقدو، وملي الضحية كينعس وهو حاس بالامان، كارل كيجبد المقدة اللي كان ديما مضيها وكيضربو ضربة واحدة الراس، ما كاين لا غوتة ولا صداع. كارل ما كانش غير كيقتل، كان كيتفنن، كان كيهز الجثة للحمام ويبدا يقطعها بطريقة احترافية بحال شي طبيب وقاري على التشريح. اللحم كان كيديرو في واحد البرميل كبير وكيرقدو في الملح والخل باش ما يعطيش الريحه، ومن بعد كيبيعو في السوق بحال الا كيبيع لحم الخنزير. في ديك الوقيته مور الحرب العالميه الاولى كان الجوع والفقر، والناس ما كتسولش على المصدر، المهم هو اللحم وبثمن رخيص. وحتى الشحمه كان كيدوبها في قوام كبار وكيصاوب منها الصابون ويغسل بيه حوايجو، وكان كيبيع منه حتى للجيران. وحتى العظام كان كيطحنهم ويخلطهم مع العلف ديال الدجاج، ولا كيصاوب منهم مقابض ديال الميص اي ديال السكاكين. وحتى هذيك الجلده ديال اللحم ديال البشر فكان كياخدها وكيصايب منها سماطي وكيخرجهم يبيعهم للجيران. المرعب في هادشي كامل هو ان كارل كان كيعيش حياته عاديه، كيقيل يذبح بالليل وبالنهار كيخرج يلبس كبوط ويهز عكازو ويسلم على الجيران. واحد المره الجيران تشموا عنده ريحه الحراق، كان الحراق ديال الجلد، فقال لهم بان غير شي جلد ديال الخنزير تحرقات ليه فوق البوطه. والجيران تيقوه بطبيعه الحال لانه هو هذاك الراجل المتدين في هذيك الحومه. وحتى الطريقه باش كان كيتعامل مع الضحايا ديالو كانت واحد الطريقه اللي بارده. كان كياخد واحد الكنانش وكيكتب عليهم مثلا الضحيه رقم 20، الضحيه رقم 30، الضحيه رقم 20 متشرد، الوزن ديالو كذا وكذا، عطاني مثلا 4 كيلو ديال اللحم النقي. كان كيتعامل مع البشر كانهم سلعه وماشي ارواح. على ما هو عليه
حتى لواحد الليلة في شهر دجنبر 1924 واحد الولد كان فقير، كان غير من هادوك اللي كيطلبوا اللي دايعين في الزناقي، ما كانش عنده. فدق على كارل وطلب منه شويه ديال الماء، وقال له يعطيه حتى شويه ديال الماكله ياكلها، لان كارل كان معروف بالخير والطيبوبه ديالو وكيعاون الصغير قبل من الكبير. فكارل قال هذه هي الوجيبه اللي ما غاديش نقدر نفلتها. ابتسم ليه واحد الابتسامه صفراء ودخلوا لدارو وقال لي تعال كل وشرب حتى يبان والديك. جلس الولد وجلس حداه كارل وبقى كيدي ويجيب هويا في الهضره. قال لي انا راني نقدر نعاونك ونقدر نكتب رساله لشي محسنين يعاونوك. بقى كيهضر هو والولد حتى ولفوا على بعضياتهم. وناض كارل دار براسو باغي يجيب شي حاجه، هنا مشى جاب واحد المقده. كارل هز هذاك المقده وضرب بكل جهده على الراس ديال هذاك الولد، ولكن الزهر ديال هذا الولد ان الضربه جاتو عوجه، يعني ضرب غير النص في راسو. فناض هذاك الولد كيجري والدم سايل منه وكيطشش في الحيوط كاملين. ناض كيجري وخرج للزنقه. الناس تجمعوا عليه. الولد طاح وبدا كيقول بان كارل بغى يقتلني، ولكن حتى شي واحد ما تيقو. حتى الشرطه ملي جاو ما بغاوش يتيقوا، قالوا بان كارل هذاك الراجل الدرويش مستحيل يقتلك ولا يدير فيك شي حاجه، وقالوا بان هاد الدري باغي غير يتبلى عليه. ولكن باش يحيدوا الشك مشاو لدار كارل، مشاو باش يسولوه. ملي دخلوا للدار تما كانت القيامه. الريحه كانت كتقلب المعده، ريحه اللحم خامس مع ريحه المواد الكيميائيه. ملي بداو كيفتشوا في الدار لقاو العجب العجاب. لقاو مجزرة بشرية، لقاو برامل كبارين عامرين بالطراف ديال اللحم ومرقدين في الودليكم قبيله في الملحة والخل، يعني كان كيوجدهم وكيبيعهم قديد واجد. لقاو واحد المجر فيه السنان ديال الضحايا كاملين، ولقاو العظام ديال بنادم منقيين بواحد الطريقه احترافيه ومجموعين. ملي قلبوا في الكناش لقاوه مسجل كل شيء بالتدقيق، كان كاتب سميات ديال الضحايا، كل واحد شحال كيوزن، الرقم ديال الضحيات من رقم، النهار اللي ذبح فيه، المهم معلومات كاملين. ولقاو بانه ذبح اكثر من 40 واحد على مدار هاد السنوات. والناس في ديك المدينه كانوا كياكلوا اللحم ديال جيرانهم اللي غبروا وهم مبردين وما عارفينش اشنو كياكلوا. الشرطه داو معاهم دانكي المغفر باش هكا يستجوبوه، ولكن دانكي ما خلاهمش يتمتعوا بالاستجواب وبالمحاكمه ديالو. النهار الاول اللي شدوه فيه سدوا عليه في هذيك الزنزانه. فناض حيد واحد السير ديال الصباط ولا ما عرفش شنو وشنق به راسو ودا معاه السر ديالو. مات ومات معاه السر ديالو. علاش كان كيدير هادشي؟ واش كان كيدير على قبل الفلوس ولا كان بصح وحش بشري كيستمتع بآلام الناس؟ الله اعلم. الناس في ديك المدينه بقاو سنين وهما في الردان، غير كيتفكروا انهم كانوا كيشريو من عند بابا دانك اللحم اللي كان في الاصل ديال جيرانهم واصدقائهم، كينوضوا يجريو يتقياو. كارل مات ولكن خلى وراه مدينة كاملة مقلوبة، حيت نصهم عرفوا بأنهم كانوا من آكل لحوم البشر بسبب. القصة ديال اليوم هنا سالات، وأنا كنضرب لكم موعد في القصة الجاية إن شاء الله. السلام عليكم.